السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، زي ما انتم شايفين يا حبايبي ان طبعا هنعمل رز ابيض وهنعمل طبق سلطة حلو كده، ونحمر بطاطس، وهنشوي سمك في فرن الطينة. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. معلش بقى يا حبيبي على التصوير، أول لقطة بس في الفرن كده الكاميرا كانت مقلوبة. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. بجد طريقة شوي السمك كده فرن الطينة دي بتكون جميلة ما شاء الله، والسمك بيكون طعمه جميل خالص، غير لما تشويه في فرن الغاز وكده. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين يا حبايبي احنا بنقلب السمك كويس. لازم نولع الفرن لما يحمى الاول كده ويسخن خالص، وبعد كده نحط فيه السمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. بجد بيكون اي حاجه تعملها في الفرن الطينه دي بتكون لها طعم وتكون جميله ما شاء الله. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. شايفين بعد ما خلصت السمك ما شاء الله طالع كله لون واحد وجميل ما شاء الله. شايفين النار تحت عامله ازاي جميله. كنت عامله يعني بحطب اللي هو حطب القطن ده. هنا السمك زي ما انتم شايفين جميل ما شاء الله. هنا طبعا هنعمل شويه رز كده، رز ابيض. انا غسله الرز وحاطه الملح وضايفه الزيت، ونغطي عليه بقى ونسيبه. هنا طبعا انا عملت له التتبيله بتاعته او الدقه، ومع طبعا رز ابيض وطبق سلطه حلو كده، وطبق مخلل، وطبعا طبق بطاطس جميل ما شاء الله. وبجد طعم السمك لما تكوني شويه في فرن الطينه بيكون جميل ما شاء الله زي الفل. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. حبيبي يا رسول الله. زي ما شايفين يا حبايبي طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايديا ويحسن ما بين ايديكم، اللهم امين. بجد الغدا دي بيكون جميل، يعني بيكون تحفه. يعني السمك بالذات وكمان انا غاسله السمك كويس ومطلعه منه المراره، وهو مكفول زي ما هو. لما طلعت منه المراره الصغيره دي ما يكونش قلبه مر خالص ولا اي حاجه خالص، هو قلبه نظيف وجميل. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. دي سمك بلطي، وفي ناس بتسميه سمك شبار، حسب بقى كل بلد، يعني كل بلد بتسميه اسم. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش طبعا يا حبيبي زي ما قلت لكم بالله عليكم تدعموني شويه من عندكم كده، يعني ربنا يبارك لكم يا رب، اللهم امين. انا بقالي شويه بنعمل فيديوهات بس بنعملها قصيره خالص، ما بنعملش فيديوهات طويله ماشي. بس ان شاء الله بامر الله اما نكون كويسه كده ونكون قادره ان انا يعني نفسي نكمل وتكون قناتي حلوه يعني وتكون باب رزق ليا ولاولادي. ربنا ما يكسر لكمش خاطر ابدا يا رب، ويحسن ما بين ايدي ويحسن ما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. لا اله الا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله. متنسوش يا حبايبي تصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. نشوف وشكم ان شاء الله في فيديو جديد.